ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا واحد من الناس دايما شايف ان اكبر فرق اللي فارق ما بين الاهلي والزمالك كده هي العقليه مش اكتر، يعني فاهم؟ هي لا موارد ماليه، حتى ان في موارد ماليه هي جيت بسبب الفرق ما بين عقليتي وعقليتك. انت بتفكر ازاي وانا بفكر ازاي، انا عايز اوصل لايه وانت عايز توصل لايه. انت اخر مره وصلت فيها ان انت فعلا بتحارب على دوري ابطال ولا عايز دوري ولا تقريبا كان في 2002 2003. بعد كده انت خلاص يا باشا، داون جريد ما حصلش. يعني انت بص كده مثلا عندك على الملف المدرب، احنا كجمهور كنا عمالين بص نتشال ونتنكت. انتوا سايبين الملف وسايبين 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 وسايبين، وفي الاخر بص مين اللي جالك. اي نعم اوكسبورج ما كانش فريق اللي هو اللي كان بينافس على الدوري، بس بص هو مسك اوكسبورج منين وداه فين. ده رقم واحد. رقم اتنين، بغض النظر عن اي حاجه، انا نفسي تقطعوا الميديا عن الزمالك والزمالك، يعني عن الاداريين عندكم، او القناه دي تقفلوها. قسما بدين وآيات الله مضحكين عليكم. الطوب اللي ماشي على الارض ان هينطق هيضحك عليكم. رجعتوا تاني المبدأ اصل نتبرع ويمكن وجايز وفكه وبرايز وكلام اخر تكاتك يعني كلام ما ينفعش يليق حتى مثلا بايه، بنادي درجه تانية. ايه يا صح، ايه تتبرع دي؟ ايه اللي الاستاذه نيره كانت طالعه تيجي تقوله النيره الاحمر من قيمه كام يوم؟ ايه اطلع اتبرع وكل زملكاوي فيه 50 مليون مشجع؟ دي مصر كلها 100 مليون. يعني انتوا نص المجتمع. ده في فئات تانية ما عرفتش تقولها يا راجل. ده احنا من الناس بنيجي نقول احنا كبرنا 50 60 مليون. انت جاي بتيجي تقولوا بكل سلاسه كده وكل سلام نفسي اصل احنا 60 مليون ولا 50 مليون. لو كل طفل من المصروف اللي بابا بيدوله يتبرع بالجنيه، طب بالله عليك انت مش شايفه ان كفايه تهزيق في ناديك لغايه كده؟ انت بتهزقي في ناديك، انت مش بتهزقي في حد تاني. بس وجود لك بصراحه المدرب الجديد اللي جاي علينا ده.